مرحبا ويسعد أوقاتكم جميعا، وأهلا وسهلا بكل المشتركين ينضموا جديد لقناتي. اليوم حبيت أقدم لكم كاسات تشيز كيك، طريقة جديدة بتقديم التشيز كيك مع تزيينات مختلفة. كل واحد بياخد التزيين اللي بحبه. وصفة كتير سهلة وهي الوصفة الأساسية للتشيز كيك. بتمنى تفضلوا على قناتي، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. أنا هون استخدمت من هذا بسكويت الشاي باكيت ونصف، وزن كل باكيت 200 جرام، يعني أنا استخدمت 300 جرام. طحنتهم وحطيت عليهم 150 جرام من الزبدة. عملكم هون انه عندي انا زبدة معلم عليها كل 50 جرام لحال، فاخدت 150 جرام. دوبتهم بالميكروويف وحطهم كلياتهم على بعض. بحركهم منيح لحتى احصل على خليط رملي، بتحسوا هيك مثل حبات الرمل الرطب. هلا انت اذا بدك تحطيه بالقالب الكبير تبع تشيز كيك، فلازم تنتبهي كتير لمقدار الزبده، لانه اذا كترتي زبده بصير قاسي معك وقت القطع، واذا قللتي زبده بفتت معك. فانا لاني هحطه بالكاسات مو مشكله عندي، ماشي، لانه اذا فتفت او كذا مو مشكله. هلا شوفي شو عم فرجيك. اذا بدك تحطيه بالقالب لازم هيك انك تكبسي عليه يكبس وتفتفتيه ويقوم يفتفت معك. هذا اذا بدك تحطيه بقالب التشيز كيك. هالمقادير انا عم بعطيك اياها هي لقالب تشيز كيك مقاس 28 سنتي. اوكي، انا بدي احطهم بالكاسات. اي كاسات عندك هيك حلوين، مو ضروري كاسات معينه تجيبي، لا جيبي اي كاسات عندك حلوين مرتبين حطيهم. هلا انا حطيت اول شي معلقه بس، لقيتها المعلقه قليله، معلقه بسكويت، رجعت حطيت معلقه تانية لاني حبيت طبقه بسكويتك تكون سميكه شوي. شايفين هون حارجع احط معلقه بسكويت تانية، حاكبسها باي شي عندي لحتى تصير عندي طبقه مستويه وتمام. بعدين هحطهم الكاسات كلهم اللي عندي بقلب البراد بس لحتى تسمك شوي. طلعت معي 11 كاسة هذا الحجم. عم بكبسها منيح لحتى تعطيني شكل حلو تصير مستوية. هلا بكمل الكاسات كلهم بحطهم بالبراد. للطبقة الثانية بحتاج 3 باكيتات من كريم شانتيه. كل باكيت وزنه 75 جرام، مع كاسة حليب باردة جدا. لازم تكون الكاسة بخفقهم مع بعضهم تماما لحتى يسمكوا منيح. هلا سمكت عندي الكريمة. هون عندي جبنة سائلة، حطيت معها ظرف فانيلا. حاخلطها بالخلاط شوي لحتى بدي اياها تكون ناعمة، ما بدي اياها تكتل معي، بس لحتى تكون ناعمة. هلا هي خطوة اختيارية، فيك انتي ما تخلطيها، بس انا خفت تكتل معي فحبيت اني اخلطها حتى اخليها اكتر ناعمة. ورح اضيفها فوق مزيج الكريمة اللي ساويته. هون عم فرجيكي انه انت فيك تستبدلي اذا بدك الجبنه الكريميه بهاي اللبنه التركيه، كتير طيبه، وفيك تحطي نص جبنه كريميه ونص لبنه، يعني طلع بالمقادير مثل ما بدك. بس انا اليوم حبيت اعملها على اصولها تماما تماما. بس انت فيك اذا حطيتي من هاي اللبنه التركيه، هي اللبنه التركيه خصوصي للتشيز كيك، فبتعطي طعم كتير طيب. واذا خلطتيها كمان مع الجبنه الدهن كمان بتعطي طيمه اطيب. هلا هون عم حطيت الكريمه، جبنه مع الكريمه بقى شوي شوي عم حركها لانه كريمه تقيله، عفوا جبنه تقيله خفت تقوم تخلي تهبط الكريمه، فشوي شوي حركتها. هلا هون جبت معلقه كبيره ونص من الجيلاتين الساده، ذوبتهم منيح بشي 4 معالق مي سخنه تماما، حركهم لحتى يدوب الجيلاتين عندي منيح. هلا بشان ما يكتل معي الجيلاتين لاني ححطه على الكريمه البارده وهو سخن كمان، خفت كمان ينزعلي الكريمه، حبيت شيل شوي من خليط المزيج الكريمه مع الجبنه وحطيته فوق الخليط، فوق الجيلاتين، وحركتهم كتير منيح لحتى هيك تجانسوا كلياتهم مع بعضهم، يعني صارت الحرارات قريبه لبعضها بشان ما يكتل معي او ينزعوا بعض.
شايفين هون صاروا كتير مناء مع بعضهم. هلا حاحطه فوق الخليط واخلطهم عادي بالخلاط اليدوي. خلطتهم عادي بالخلاط اليدوي بس لحتى جانس كل المكونات مع بعضهم. شايف شلون طلع معي؟ قوامه كتير ظريف. وهلا حطيت انا بس بهذا الكيس الحلواني مشان يسهل علي التزيين مو اكتر. حطيت الكل طلعوا معي 11 كاسة. هلا في كاسات زودت عليها التشيز كيك، في كاسات قللت على حسب رغبة عيلتي، انه مو كلهم بحبوا طعمة التشيز، في ناس بحبوا بسكويت اكتر او المربى اكتر. هلا هدول الكاسات ححطهم كلياتهم بالثلاجة. هلا اذا ما عندك المقالب الكبير فيفضل انك تحطيهم 3-4 ساعات، والافضل ليلة كاملة. اما انا عندي هدول الكاسات فما اخذوا معي اكتر من ساعتين لحتى يجمدوا منيح. شايفين؟ انا كل كاسة يعني حطيتها على هوا ما بحبوا اولادي، في كاسات مليتهم، في كاسات لا قللتهم. وهون زينتهم مثل ما بحبوا. في ناس بحبوا بس البسكويت، حطيت طبقتين بسكويت. في ناس بحبوا مربى الفريز، وفي ناس بتحب مربى المشمش. يعني انتي بتحبي مثل ما بدك. وفي كمان مربى التوت. فانا زينتهم كل واحد مثل ما اللي بحبه. يعني انتي فيك تتفنني بالتزيين مثل اللي بتحبي. شايفين شكلهم شو حلو؟ بتمنى تعجبكم الوصفة، وبتمنى تتابعوني على القناة وتشتركوا فيها ليصلكم كل شي جديد. بإذن الله كل شي بنزله حيعجبكم. شكرا لكم، شكرا على محبتكم. سلام.